السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب ما تحرمش منكم ولا من وجودكم ابدا في حياتي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى يا حبايبي، انتوا زي ما انتوا عارفين ان انا نزلت مصر وكده. فروحنا اسكندرية. قلت اخدكم معايا فلوكة كده واوريكم بقى اسكندرية. الجمال وحلاوة بلدنا مصر. مصر فيها كل حاجة حلوة وكل الأماكن الحلوة وكل البحور الجميلة. وعايزة أقول لكم إن يعني اسكندرية طبعا، مش قادرة أوصف لكم قد إيه يعني هي حلوة. طبعا الناس كلها المصريين عارفينها وغير المصريين اللي بينزلوا عندنا بيشوفوا الجمال في بلدنا كله. مصر جميلة جدا يا جماعة، بجد بجد ما شاء الله. الجو كان تحفة. فقلت بقى اخدكم معايا النهاردة واوريكم كده طبعا عملنا ايه في اسكندرية وقضينا يومنا ازاي. طبعا انا طبعا يا جماعة، انا نسيت اقول لكم، لو اول مرة تشوفوا قناتي ممكن تشتركوا في القناة وتحطوا اللايك وتحطوا كومنت جميل كده زيكم. ده سان ستيفانو يا جماعة. طبعا لا غنى عن معرفته يعني. هو معروف جدا، مول سان ستيفانو على البحر. حاجة فخمة جدا. انا رحته مرة واحدة بس. بس هو تحفة وجميل جدا. طبعا الممثلين اللي بيروحوه يعني وبينزلوا في الفنادق بتاعته وكده، او الاجانب يعني. بس هو جميل جدا جدا من جوه، وفي سينما وفي زي المولات بتاعت السعودية بس على افخم برضو. عايزة اقول لكم ان مصر جميلة قوي قوي قوي، بجد بجد والله العظيم. مفيش بلد زي مصر، مفيش حاجة حلوة زي مصر، لا في جوها ولا في أكلها ولا في عيشتها. والله العظيم والله العظيم بلدنا ما في زيها في العالم كله. فيها مميزات كتيرة جدا، بس احنا لولا الظروف اللي خلتنا نتغرب ونبعد عن بلدنا الجميلة طبعا مش هنلاقي الأماكن دي في أي مكان في العالم، بجد والله العظيم. اسكندرية ماريا بجد والله العظيم من اكتر البلاد اللي انا بحبها هي اسكندرية. هواها وقعدتها كده على البحر بجد بجد جميل. احنا كمان الشقة اللي احنا كنا واخدينها على البحر، فكان بس ان انت مجرد يعني مجرد ما انا قاعدة في البلكونة، ده بالنسبة لي خروج يعني. بجد بجد بصوا المنظر يرد الروح. منظر مش في الدنيا كلها بجد. مش قادرة اقول لكم الجو كان عامل ازاي والبحر كان عامل ازاي. الجو كان فظيع يا جماعة، بجد بجد اللهم بارك. او الواحد يعني فك عن نفسه شوية في الغربة طبعا، ولا في بحر ولا في اي حاجة من الجميلة دي. الحاجات الجميلة دي بس موجودة في بلدنا. طبعا البلاد التانية على عنا وعلى راسنا، بس كل واحد بيشكر في بلده وملوش الا بلده اللي منتمي ليها. طبعا المملكة العربية السعودية على دماغنا. ما نقدرش يعني نقول عليها حاجة، بس كل واحد بيقول مميزات بلده. وطبعا السعودية فيها مميزات للسعوديين يعني، لأهاليهم موجودة يعني هم حابينها. زي ما السعودية فيها أماكن كويسة وعيشة كويسة، مصر برضو فيها أماكن جميلة جدا زي ما انتوا شايفين عاملة ازاي. وطبعا الصورة مش هتقدر توضح الكلام اللي أنا بقوله. ما شاء الله ما شاء الله، بجد بجد هو ربنا جميل قوي قوي قوي. يعني ان انت تقعدي بس على الكورنيش كده والله العظيم، مش بفلوس طبعا، ببلاش. دي عندي ب1,000,000 جنيه والله العظيم. ما شاء الله الشقة كانت جميلة، بس هي كانوا حاطين حاجات سقالات كده عشان كانوا معظم الشقق الصف الاول اللي على الكورنيش بتبقى بتترمم، لان يا جماعة اليود بيبقى واكلها، لانها بتبقى مباني قديمة برضو. اليود اللي بيطلع من البحر بيبقى واكلها، فبهر المباني شوية بتبقى قديمة شوية. فهم حاطين ترميمات يعني سقالات عشان بيرمموا الواجهة وكده.
فكمان بيوسعوا الكورنيش. بصوا من اول الكورنيش لاخره معظم الشواطئ بيوسعوها زي ما انتوا شايفين كده، علشان هيوسعوا الطريق رايح جاي، وممكن بقى يعملوا كافيهات حاجات. عايزه اقول لكم ان المراكب دي كلها الصبح بدري بتطلع للصيد، واللانشات دي يعني بتبقى حاجه كده في منتهى الجمال. هصور لكم كمان وقت الغروب حاجه تانية. بجد انا انبسطت اليوم ده واستمتعت جدا جدا. الواحد كان محتاج يوم زي ده يغير فيه جو ويخرج كل الطاقة السلبية اللي عنده في منظر زي ده يرد الروح بجد. كنت عايزة بقى يا جماعة اكلمكم في الناس اللي بتقولي اي كومنت مش كويس. طبعا كل واحد، او في مثل كده بيقول كل اناء ينضع بما فيه. والله انت قلبك كويس ومن نفسنا او من نفسنا هيطلع قلبك كويس، هيطلع في كلامك برضو. يعني عايزه اقول لكم ان الانسان اللي بيبقى جواه كويس بيظهر في كلامه. الانسان اللي بيبقى جواه نفس من حد ويعني بغل وبحقد زي ما انا شفت كده في الكومنتات، بيظهر برضو في الكلام. في اخت فاضله كانت بعتت لي في الكومنتات تقول لي ساعديني وعايزه اعرف ايه الروتين اللي بيحصل يعني لما بتيجي تسافري وكده. والله حبيبه قلبي انا ما بخلتش عليكي بالكلام وقلتلك اللي ممكن تعمليه. ومن كتر اللح يعني في واحد ذكي لما بتفهم لما بتقوله والله يا حبيبتي انا رديت على حضرتك وقلتلك تعملي ايه في اوراق السفر وايه اللي ممكن تعمليه باختصار في الكومنتات، واحترمت ان انتي سألتيني في حاجة ورديت عليكي لوجه الله. يعني انا مش عايزة منك حاجة. ما تجيش بعد كده بقى تقولي لي انت استخسرتي فيا، تقولي لي وتعيدي لي وتزيدي لي. يعني المفروض حضرتك ان انا اعمل ايه لحضرتك؟ يعني اجي بيتك واخد ورقك واروح الف واعمل لك؟ انا قلت لك ايه اللي ممكن يحصل، ايه الحاجات اللي ممكن تعمليها. انا ما بخلتش عليكي ولا ما ردتش عليكي، ولا تقولي لي بقى ليه ان انت لو كنتي عملتي ساعدتيني ودخلتي عليا بالمعلومات ليه؟ يعني انا غلطانه مثلا ان انا رديت عليكي وفهمتك؟ ماشي يا حبيبتي خلاص، ادام انت شايفه كده ادي لايك يا ماما عادي براحتك، شوفي اللي انت عايزاه تشوفيه. تيجي بقى تقولي لي انت ازاي لابسه بنطلون جينز وانا جوزي قال لي البسي عبايه علشان خاطر المملكة العربية السعودية ما بيلبسوش الا عباية ونقاب، وعلشان ما لفتش النظر وما بقاش شاذة لا يا ماما يا ماما ما اسمحلكيش والله تتكلمي في لبسي. انا لبسي دوت انا اللي اقيمه مش انتي. واللبس والله انا شايفة ان انا البس اللي انا عايزاه، مش مستنية ان حضرتك تقيميني وتقولي لي البس ايه وما البس ايه. ادام محتشمة وماشية بما يرضي الله ومش لابسه لبس متبرج ولا جسمي باين ولا حاجه وحشه، يبقى انا كده ما بعملش حاجه غلط. وطبعا عادي يعني الناس اللي زيك ممكن يبقى تفكيرها محدود وتقول اي كلام من ده. فيا حبيبتي اتكلمي عن نفسك واعملي اللي انت عايزه تعمليه، مالكيش دعوه بخلق الله. طبعا يا جماعة نسيبنا بقى من الموضوع التافه اللي انا اتكلمت فيه دوت لانه مش شاغلني خالص. وتعالوا بقى نبص على الجمال ده، بجد حاجة عظمة بجد. كل الناس اللي بتقولي كلام كويس انتوا فوق دماغي من فوق، انتوا ناس افاضل وناس محترمة وناس قلوبكم نظيفة. واي حد قال لي الحمد لله على السلامة الله يسلمكم، ما تحرمش منكم ابدا ولا من كلامكم الجميل ليا. يا رب يزيدكم من نعيم الله يا رب. شكرا لكل واحد قلبه نظيف وكل واحد بيقول لي كلمة كويسة. طبعا بصوا بقى وقت الغروب ما شاء الله المنظر يتحدث عن نفسه. انا والله العظيم لما بتاخر شويه في الفيديوهات بحس ان في حاجه ناقصاني، يعني بحب ان انا اشارككم بيها. وقلت طبعا ما ينفعش اشوف الجمال بتاعنا وبتاع بلدنا ده وما افرجكوش عليه.
آه، اسيبكم بقى انا ايه مصوراه. تكملوا كده باقي الحتة دي. بصوا بقى يا حبايب قلبي، نزلنا بالليل علشان خاطر نجيب حاجات. فده شارع خالد بن الوليد على الكورنيش. الشارع ده مشهور قوي 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 يعني، يمين وشمال موجود كل حاجة ممكن تتوقعيها، وسعرها جميل جدا جدا جدا. هو ده الشارع من أوله لآخره، اسمه شارع خالد بن الوليد. الشقة اللي أنا كنت قاعدة فيها في المنظرة، وشارع خالد بن الوليد جنبها حتة تقريبا اسمها الاسكندر الأكبر أو كده. طبعا يا حبايب قلبي الشارع جميل، هناخد كده جولة مع بعض فيه ونتمشى مع بعض فيه. الشارع ده مشهور قوي قوي، وأكيد اللي عارفين اسكندرية عارفين. مصر مسكت هنا مصر. وانا احلف ليه؟ ربنا يستر علينا. شايفني من هنا. ماشي هنجيب. هو في هنا نشوف الشارع. واحد بعده دخل جوه شويه كمان. انا مقدمني.
المايو ده بكام؟ البورنوس ده بكام؟ البورنوس ده 250. نو ماشي. كم العريان دي؟ 50. صحيح. انفخي فيها. رحنا بقى يا جماعة بلبن. هو على ناصية الشارع برضه، مشيت شوية كده على ناصية الشارع بره بلبن. قلنا نجيب من عنده ايس كريم وشوية حاجات. طبعا بلبن معروف مفتوح فرع في الرياض في السعودية. ما اعرفش مفتوح في اي بلد تاني غير الرياض ولا لا، بس تقريبا هو في الرياض. تقريبا هيتفتح في ابها قريب او في خميس برضه. يعني هو كل حاجه رقم سمعت كده. سعرها كمان. عايزه اقول لكم الايس كريم بتاعه تحفه. جبت ايس كريم الاطعمه كلها 10 على 10 بجد. ما شاء الله. وعنده زحمه موت موت موت. لان حاجته حلوه. انا جربت من عنده القشطوطه كانت جميله، والايس كريم كان جميل، وام علي برضه كانت جميله. جبنا حاجتنا هو وخرجنا شويه وبعدين طلعنا بقى الشقه. عايزه اقول لكم اصلا ان القعده في البلكونه يعتبر خروجه. ده الكورنيش اهوت كانوا بيصلحوا فيه، وحتى الاضاءه ديت اللي من ورا دي كافيهات برضو. ده كان يوم الخميس يا جماعه، والدنيا كانت موت يعني زحمه جدا جدا. اسكندريه ما شاء الله بتبقى زحمه خميس وجمعه عشان الايام دي بقى صيف وكده. طبعا بقى نزلنا نقعد على البحر شويه. بصوا بقى البحر الميه جميله والجو كان جميل وتحفه. الشاطئ كان قصادنا على قصاد الشقه. طبعا دفعنا رسوم الشخص 25 جنيه. والاطفال مش فاكره كان كام. بعد ما بقى قعدنا على البحر قلنا نتمشى شويه كده بالعربيه. تعالوا بقى اخدكم جولة معايا كده واوريكم العماير والشوارع من جوه وكده.
عايز تشوف المقلوبة؟ اسمها ايه؟ الشاي عليها الشاشه اللي حاطينه ده. جرجسية. يعني حشو النهارده. بس يا رب يجيب حقه من حمام منطقي ومخلطه وكده.